academic هو التيبل. السؤال اللي عندنا بيقول The tables give information on consumer spending on different items in 5 different countries in 2002. أول حاجة بعملها تاني إني أنا بشوف التوبيك بتاعي، أفهمه كويس، أعرف بيتكلم عن إيه علاقة الأيتمز ببعض، وبعد كده أروح أكتب. أول حاجة بفهم الرسمة، يبقى التيبل اللي عندي ده بيتكلم على 5 دول بيصرفوا على منتجات معينة بنسبة قد إيه. يعني مثلا الدولة دي بتصرف على الأكل قد إيه، على اللبس قد إيه، على التعليم قد إيه. بعد ما أنا فهمت التيبل بيتكلم عن إيه، أبتدي أحدد الأوفر فيو بوينتس بتاعتي. إيه البوينتس اللي هكتبها في الأوفر فيو بتاعتي؟ إيه أهم بوينتس؟ عشان أنا بعد ما بدرس الرسمة بعرف النقطة دي أهم نقطة عندي، لأن البرسنتج دي أهم برسنتج عندي موجودة في الدول دي، لا ده دي أقل برسنتج. يبقى أنا قررت الأوفر فيو بوينتس بتاعتي، أبتدي أروح أكتب. أول حاجة هنكتبها زي ما احنا اتفقنا الانترودكشن. الانترودكشن بتبقى paraphrasing للتوبيك. التوبيك بيقول لي the tables give information. أنا عمري ما بستخدم نفس الفيرب اللي في التوبيك، بغيره. فالانترودكشن بتاعتي هتكون the provided tables illustrate، بدل give illustrate يعني بتوضح. spending on، بدل ما أقول زي التوبيك spending on different items، لا أنا دايما بشوف التوبيك اتكتب ازاي وأنا بكتب عكسه. فبدل ما أقول different items أنا بجيب أساميها اللي مكتوبة في الجدول. فقلت إيه؟ on food، clothing، leisure، education. أخدت الايتمز اللي موجودة عندي، يبقى أنا كده إيه؟ ما بقتش شبه التوبيك. كمان إيه؟ غيرت البلاد، بدل ما بقول different in 5 different countries، لا قلت إيه؟ in Italy، Spain، Sweden، Turkey. قلت أسامي البلاد. فلما نيجي نشوف النتيجة هنلاقي إن الانترودكشن مختلفة خالص عن الكويستشن اللي جايلي، فأنا عملت paraphrasing قوي. دلوقتي هنكتب الاوفر فيو، وقبل ما نكتب الاوفر فيو بنكون قررنا ايه هما البوينتس اللي هنكتب عليهم. فلما انا بصيت كده على التيبلز اللي عندي دي، واضح جدا ان الفود والدرينكس من اكتر الحاجات اللي بيتصرف عليها فلوس في اي بلد. يعني البلاد كلها بصرف النظر هي ايه بتصرف اكتر فلوس على الفود والدرينكس. يبقى دي اول معلومة انا طلعت بيها للاوفر فيو بتاعي. تاني معلومة، واضح ان الكلوزنج هي في الوسط، يعني بين الاتنين، لكن الليجر والإيديوكيشن هما اقل نسبة، اقل تشانل بيتصرف عليها فلوس. يبقى انا كده حددت البوينت الاولى اكتر حاجة بيتصرف عليها، والبوينت التانية اقل حاجة بيتصرف عليها. ابتدي اكتب الاوفر فيو بتاعتي. هنبتدي بالكلمة المعتادة اللي حفظناها overall كوما، وبعد كده اكتب الاوفر فيو بتاعتي. It could be noticed that the most national expenditure was spent on food, drinks, tobacco. الجزء اللي جاي ده مهم جدا. Regardless of the country، بصرف النظر عن البلد. يبقى أنا لو أنا كتبت الكلمات اللي هي الادفانسد المهمة دي، بتعلي من الجملة بتاعتي، بتعلي من السكور بتاعي، بتزود عندي اللكسيكال ريسورس، فباخد سكور أفضل. ليه في ناس بتيجي تقول احنا بناخد سكور أقل بس احنا جاوبنا على كل حاجة؟ انت الجمل بتاعتك مكتوبة بشكل بسيط والكلمات بسيطة، فبتاخد 5 أو 5.5. لكن الشخص اللي بيستخدم كلمات advanced وبيستخدم شكل الجملة complex وقوي بياخد درجة أعلى، حتى لو انتوا الاتنين كاتبين نفس البوينت ونفس المينينج. يبقى احنا كتبنا النقطة الأولى and Turkey surpassed the other countries consumption. وكمان ضفت معلومة في النص كده، وعلى فكرة تركيا هي أكتر واحدة فيهم كلهم صرفت على الفود. البوينت التانية عكسها، بالعكس ده في حاجة بيتصرف عليها أقل فلوس. يبقى conversely بالعكس بقى spending on leisure education was the lowest percentage of spending money. ودي كانت النقطة التانية. أنا كده كتبت overview قوية جدا.
الخطوة التانية وكلنا بقينا عارفينها، إن أنا بقسم الرسمة بتاعتي لتو بارتس عشان أشوف هكتب إيه في الباراجراف الأولاني وإيه اللي هيتكتب في الباراجراف التاني. لما يجيلك تيبل زي ده فكر في فكرة. هو أنت أولا عايز تتكلم على معلومات على الكونتريز ومعلومات على التشانلز اللي بيتصرف فيها الفلوس. معظم الطلبة بيحسوا ان هم متلخبطين، فعندهم تيبل زي ده كده فيه حوالي 20-30 نسبة، هو مش عارف يبتدي منين ولا ايه المعلومة اللي ابتدي بيها. خلي الدنيا منظمة معاك وانت هتعرف تكتب اساي كويس جدا في 10 دقايق مش 20 دقيقة. اول حاجة انا هقسمهم، هعمل باراجراف للكونتريز وباراجراف للتشانلز. ليه؟ عشان اعرف اجيب بينهم كونكشن، عشان الاقي معلومة مشتركة اعمل بيها جملة احط فيها comparison واحط فيها ارقام اللي هي الداتا. فاول حاجة الباراجراف الاولاني هنتكلم على regarding countries. اول حاجة لازم اكون فكرت في فكرة اجيب بيها معلومة وجملة، فدايما نروح للحاجة الاعلى والحاجة الاقل، بس بليز ما نكتبش الجملة ببساطة دي كانت اعلى نسبة دي اقل نسبة. جيب فكرة توصل بيها المعلومة، الفكرة تكون قوية زي ما احنا هنعمل كده. انا لما شفت في الفود لقيت اكتر بلد صرفت تركيا، وفي الكلوزنج اكتر بلد صرفت ايطالي، وفي الليجر اديوكيشن اكتر بلد تركيا كمان. يبقى هروح اعمل معلومة جملة على تركيا لان هي اعلى بلد في الاديوكيشن والفود، وهعمل جملة على ايطالي لانها اعلى بلد صرفت على اللبس. فهقول Italy had the highest spending on clothing footwear at 9, whilst Turkey had the highest percentage in spending on both food at 32 and leisure education at 4. يبقى أنا كده خلصت المعلومة الأولى اللي كانت بتتكلم على الهايست في كل كاتيجوري. المعلومة التانية أو الجملة التانية اللي هعمل بيها body 1. Furthermore, regardless of the category، بصرف النظر الكاتيجوري ده ايه، اقل بلد صرفت عامة كنسبة هي مين؟ Spain. Spain's spending on leisure education at 1.98. فأنا كده جبت مع الباراجراف بيتكلم على الهايست واللوست بس بفكرة وبجمل فيها حاجتين اللي احنا متفقين عليهم comparison وداتا. نروح للباراجراف التاني. انا الباراجراف الاولاني اتكلمت على الكونتريز وقارنت بينهم مين الكونتري اللي عندها اعلى نسبة spending money وفين الكونتري اللي عندها اقل. اجي هنا اتكلم بقى على الكاتيجوريز اللي هي ايه. هو الفود ده بيحصل فيه ايه؟ الكلوزنج، الليجر اديوكيشن. يبقى انا اتكلمت زي ما اتكلمت افقي بتكلم راسي، فبقول concerning categories each country spent more than 15% on food, drinks, tobacco. لو أنا كده بصيت أنا عندي معلومة خطيرة جدا عرفتها. لما بصيت على الجدول عرفت معلومة مهمة جدا إن كل الدول صرفت أكتر من 15% على الأكل. طب ما دي معلومة لازم أكتبها. يعني لما أبص على النسب أشوف هل أقدر أجيب نسبة مشتركة بينهم هم بدأوا من بعديها أو وقفوا عندها ما صرفوش أكتر من 15 أو صرفوا أكتر من 15. دايما لما ببص على الأرقام بحاول ألاقي علاقة أكتب بيها جملة. فأنا لقيت النقطة دي إن هم كلهم صرفوا أكتر من 15% على الفود والدرينكس. يبقى دي الجملة اللي أنا بعملها. followed by closing. ايه اللي حصل في الكلوزنج؟ هي تاني حاجة الناس بيصرفوا عليها. صرفوا عليها ايه؟ بس في الكلوزنج قلت معلومة، قلت ان هي كل بلد ما وصلتش ل10% تصرف على اللبس. اعلى حاجة كانت ايطالي وكانت 9. فانا عملت الجملة دي ازاي؟ قلت اللي بيجي بعد الفود في الكاتيجوري في السبندنج ماني هو الكلوزنج، followed by clothing footwear which never overtook the 10% in each country. في كل دولة عمر الفوتوير ده
والclosing معدى 10%، معلومة مهمة وكتبتها. المعلومة التانية اللي هعمل بيها الجملة رقم 2 في الباراجراف التاني، هتكلم عن ايه؟ انا اتكلمت كده على الكاتيجوريز اللي بتاخد الفلوس الاعلى، وبعد كده نزلت اللي بعديها. اكيد تالت حاجة هتكلم عن ايه؟ اقل كاتيجوري بتصرف عليه اللي هو الليجر والإديوكيشن. فهبتدي بجزء مهم جدا بيعمل لي لينكينج بين الجمل وبعضها. ranking at the bottom of the expenditure. Spending on leisure education was the lowest global spending in all countries. معلومة مهمة في كل الدول. With percentages less than 5% for each area. الناس اللي بتشوف الجداول دي وبيقعدوا يقولوا احنا هنكتب كل الأرقام دي، معقول هكتب كل النسب دي؟ لا، أنا بجملة واحدة بس كتبت كل الأرقام اللي في الكولم بتاع education و leisure. ليه؟ لما جيت قلت إن كل الدول بيصرفوا عليها أقل من 5%، يبقى أنا كده كتبت عن كل الأرقام اللي في الكولم بتاع education. فأنا هنا بكتب وبشرح بس مش بعمل كل الأرقام، وده بيدي للإساي بتاعي value، وكمان بيخليني مكتبش كتير وضيع الوقت بتاعي.